ايه الحلوين، اهلا بيكم. القرص الطريه عشان القمر اللي كانت طالباها مني اهي زي ما انتم شايفين، عملناها بالسكر وكمان عملناها بالعجوه بمقادير سهله وبسيطه، من غير ولا لبن ولا زبادي ولا بيض. تعالوا نشوف عملناها ازاي. ده كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. كيلو دقيق بنحط عليه معلقتين سكر كبار ومعلقه خميره كبيره، خميره فوريه، ورشه ملح وكيس فانيليا وكوبايه الا ربع زيت. دي كوبايه الا ربع زيت بحطها، ومعلقه خل كبيره، وبدخل كل المكونات في بعضها. وبعدين بحط معلقه صغيره بيكنج باودر، وبعجن بميه دافيه. ميه دافيه، بحط شويه بشويه من الميه الدافيه لحد ما تلاقي الدقيق قدامك اختفى، بقت عجينه ملزقه. بتحط كده لحد ما مفيش دقيقه اهو قدامك وبقت عجينه ملزقه. خدت معايا كوبايتين مج من المجات اللي احنا بنشرب فيها الشاي. كوبايتين مج ميه، ممكن تاخد معاكي اكتر لان كل دقيق بيختلف عن غيره. رشيت دقيق كتير على الرخامه وعجنتها كويس. خدت كل الدقيق وهي وطلعت من ايدي ملزقه بس بسيط اهي، وبقت عجينه ناعمه. فضلت اعجن فيها لحد ما خدت كل الدقيق اللي على الرخامه وطلعت من ايدي وبقت عجينه ناعمه. بحطها في الطبق تاني وبغطيها واسيبها ربع ساعه كده على ما تخمر، وبجهز باقي الحاجات. دي عجوه انا مسيحاها بمعلقه سمنه، مطرياها كده ومسيحاها. وده سكر، السكر العادي اللي بنشرب بيه الشاي والقهوه وكله، ده السكر العادي. وده السمسم اللي هحطه على الوش. ودي ميه بسكر، ميه بسكر بس عشان ادهن بيها الوش. ممكن تعمليها بعسل، ممكن تعملي عسل اسود، براحتك. وادي العجينه اهي اختمرت معايا اهو زي ما انتم شايفين. بنزل الخمر منها وبعدين باخد منها بقى بالحته الصغيره على حسب ما انت عايزه القرصه، كبيره صغيره انت براحتك بقى، على حسب كده اعملي الحجم اللي انت تحبيه. بفتحها كده بجوفها، بعملها بعجنها شويه في ايدي كده وادورها، وبعدين بجوفها وبحط لها معلقه سكر. دي اللي بالسكر بحط لها في نصها كده معلقه سكر وبقفلها، وبعدين بدورها وبقفلها وبدبدبها كده. وبعدين بجيب الميه بسكر اللي انا مجهزاها، ميه بسكر عاديه خالص، ميه مدوبه فيها سكر. بدهن بيها الوش، ادهن بيها الوش، وبعدين بنزل في السمسم. لو مش حابه السمسم كتير ممكن ترشي سمسم كده عليها بسيط، لو انت مش حابه السمسم كتير. بحطها في الصاج او في صواني فرن، انا مش دهنه الصاج خالص، وبدوس عليها كده عشان السمسم يثبت عليها. وبعمل معاكم واحده تانية، باخد حته العجينه برضو بدورها في ايدي وبجوفها، وباخد معلقه السكر اهو واحطها. انا بعمل لكم واحده تاني عشان خاطر تعرفوا الطريقه بالظبط. وبقفل عليها، بقفل عليها وبعدين بدورها وبدهن وشها بالميه بسكر، وبحطها في السمسم وخلاص اهو زي ما انتوا شايفين. وبرضو بدوس عليها عشان اثبت عليها السمسم، هو ما بيطلعش منها. بس اجي بقى اعمل بالعجوه، باخد حته عجينه الحجم اللي تحبيه، الحجم اللي انت تحبيه اعملي، عايزاها كبيره عايزاها صغيره براحتك. بحط برضو العجوه كده في النص وبقفل عليها وبدورها وبدبدبها زي ما انتوا شايفين. دي مش هدهنها حاجه، هحطها في الصاج من الناحيه التانية اهو. بدوس عليها كده وبفتحها، بجيب السكينه وافتحها عشان تبقى زي برضو بتاعه الفرن بالظبط، وبتعمل شكل، يبقى تعمل شكل كده فيها. وبعمل برضو معاكم واحده تاني اهي. بحط العجوه في النص وبدورها وبدبدبها خالص واحطها في الصاج او في صينيه زي ما انتوا عايزين، وبفتحها وخلاص على كده. لو حابين تعملوا لها سمسم، لو حابين تعملوها مثلا بسمسم، برضو بتاخدوا واحده كده وتدبدبوها وتفتحوها، وبعدين بتدهنوا الوش بميه برضو بسكر، وبترشوا عليها شويه سمسم زي ما انتوا حابين، عايزينها بالسمسم عايزينها من غير، زي ما تحبوا اهو زي ما انتوا شايفين. عملت كل الكميه اللي انا عندي دي، اول صاجه اهو عملته. وبكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وبحطها في الرف الوسطاني. بياخد معايا حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعتك. وهو استوى وولعت الشوايه، خدت لون بس بسيط من فوق. ممكن تاخد اللون من غير الشوايه عادي. بغطيها بفوطه لحد ما تهدى شويه من السخونه عشان تفضل طريه معايا. وزي ما انتم شايفين السوا بتاعها من تحت ومن فوق، شايفين تحفه جدا، تحفه جدا بجد يعني. شايفين شكلها من جوه والسكر فيها من جوه عامل ازاي، تحفه، وطعمها تحفه وطريه قوي.
وهشة جدا. وهوريكم برضو اللي بالعجوة، شايفين حلوة ازاي. هفتح لكم برضو واحدة بالعجوة اهي، شايفين السوا بتاعها من تحت ومن فوق، بنفتحها خالص وطرية وحاجة نظيفة انت عملتيها على ايدك، انضف طبعا بكتير من الفرن وارخص، مش هتكلفك مع بقى كوباية شاي سادة او كوباية شاي بلبن نفطر او نتعشى منها. حاجة جميلة جدا وسهلة، انا قمت الصبح عملتها وفطروا منها. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه.